تصريح خطير وعاجل من هيثم فاروق محلل قنوات بين سبورت بعد خروج نادي الزمالك من الكأس على يد طلائع الجيش يضرب ولا يبالي. لن تصدق ما قالوا. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. علق المحلل الرياضي هيثم فاروق عقب انتهاء مباراة الزمالك مع طلائع الجيش والخروج من دور 16 للزمالك الخروج المخزي. علق هيثم فاروق وأدلى بتصريحات مثيرة جدا منذ قليل، وقال هيثم فاروق بالبكاء والحزن: أنا بأنعي نادي الزمالك اللي أنا بشجعه بقالي 40 سنة، وكنت دايما بعلق الحكام وبقول إن الأهلي بيكسب بالحكام. طيب دي بطولة ما فيهاش النادي الأهلي، ليه الزمالك بيعمل في نفسه كده؟ أنا عايز أفهم. من أغرب القرارات اللي عاشتها في الفترة هو قرار عدم خوض مباراة الأهلي في الدور الثاني. ليه إحنا ما لعبناش قدام النادي الأهلي حتى لو ما كناش هنكسبه؟ أخدنا قرار بالانسحاب، ويا ريتنا فضلنا منسحبين، وده كان أشرف لينا بكتير، بدل ما ادينا لاعبي الأهلي راحة وإن هم استريحوا قدروا يكملوا الدوري وفازوا على بيراميدز في المواجهتين. أنا بقالي 40 سنة بشجع نادي الزمالك. قرار خوض مسابقة كأس مصر بالصف الثاني كان قرار سيء جدا. عايز أفهم، أنت كنت بتريح اللاعبين ليه؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ هو اللعيبة كانت تعبت في إيه علشان يستريحوا؟ أنا والله اللي بيحصل فيا ده كتير، اللي بيحصل ده في تخبط فني وإداري قوي جدا لمدير فني ما بيعرفش حاجة. جماهير الزمالك عند الهزيمة ومجلس إدارة عايش على نغمة بندفع المديونات اللي علينا، وعشوائية مجلس لبيب كلهم فشل منكم لله. أقسم بالله أفشل رئيس مجلس إدارة على مرور التاريخ. إدارة الزمالك حاليا تعتبر عار كبير على نادي الزمالك، بينفذوا أوامر معينة ولا فارق معاهم الزمالك ياخد بطولة. موسم صفر، هنقول الكونفدرالية، طب كنتوا فرحوا جماهيركم فقط بالكأس كمان، البطولة اللي يمكن بتعرفوا تعملوا فيها حاجة. جايب لي شوية ناشئين ومريح لي لعيبة ما عملتش حاجة طول الموسم. ده بدليل ايه؟ ده يدل على الفشل الذريع اللي احنا عايشين فيه في نادي الزمالك. حرام عليكم، وجعتوا قلوبنا. حرام عليكم، ما بتعرفوش تفرحوا جماهيركم حتى لو بطولة مفروض انها سهلة، لان القطب الكبير اللي فيها اكيد مش موجود، وخلينا متفقين على كده. ندمان على كل هذا العبث. بتعملوا ايه يا مجلس إدارة الزمالك؟ تصريح